محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما كان تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه ينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك
السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي جئت للبرايا بالشرع المبين أنشر الهداية بين العالمين بشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا كان من شرف الوجود بنور غمر الكون مجدا وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه وسلم فيما اجتلته بشرا كاملا يسير ضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قطرت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال صلى الله عليه وسلم انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وأشهد وسلم. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه قواعد صلى الله عليه الإذعان والتصديق شاهد. صلى الله وأشهد أن عليه. سيدنا محمد اللهم صل عليه الصادق في قوله وفعله صلى الله والبلغ لله عليه. ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفره صلى الله أبدا أرسله عليه. الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله بلغ عليه. الرسالة وأدى الأمانة صلى الله وهدى الله عليه. من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله فما عليه. أعظمها بمنة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه. من نعمة إن تسرسلها في البحر والبحر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله وبرز عليه. فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه وغاية الإكمال. صلى الله عليه. روح المصلي عليه صلى الله عليه. ورسل تعلقه به وهم صلى الله عليه. الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه. صلى الله إلى عليه. أشرف الأصل بوده وهبه ما أبطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بذور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. صلى الله عليه. نفجت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلق البدر في العالم الممتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال الممتلك والحزن التام والزين. صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. وهو القمر التام والذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بمن قضت
وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه في الأنساب الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا حير عليه الأفكار ظهور وبار فتعلق الهمة الراقي من هذه الحروف صلى الله بأن عليه يرقب وآله في هذا وصحبه القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور نور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا نور المبين صلى الله عليه وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنت إلى تدوين ما هبته من أشرف المخلوقين وما أقرب الله به في مولده من الفضل الذي عم العالم صلى الله عليه وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سما يوصى بها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنوار لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى
صلى الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. يا نفس طيب باللقاء يا عين قاري أعينا. يا نفس طيب باللقاء يا عين قاري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. يا طيبة مدى نقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبة مدى نكون وفيك قد حل الرسول. كلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا يرجو الوصول لمحمد
محمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا جز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل والصحب الكرام ما أشهدت بشرى لنا صل وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل والصحب الكرام ما أشهدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا روضة الهادي شفيع وصحبيه والبكيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا يا روضة الهادي شفيع وصحبيه والبكيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده
والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنام صلى الله عليه وسلم الفهم من صفات هذا عبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه وهنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة صلى أن الله أول عليه شيء خلقه الله هو النور المودع دعوا في هذه الصورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال صلى الله عليه قلت يا رسول الله اللهم صل بأبي عليه وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله عليه قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية من كمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودع ذا النور المبين صلى الله عليه أصلاب وبطون من شرفت من العالمين صلى الله عليه هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم صلى الله عليه لعبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت وشاوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه فعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه تشكو ونم ولا عللا صلى الله حتى عليه الشهر بعد الشهر من
حمده صلى الله عليه. وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة صلى الله عليه. والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه. بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله ونزل الأرض عليه. والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله وبرزه عليه. من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي يا
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من عليه وينال البركة كل من صلى النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الذي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس السلام بين يديه النصارى والمجوس السلام بين يديه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه فإن قرب ونوة هذا الحبيب صلى الله عليه السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله وأمطار الجود عليه الإلهي على أهل الوجود تسيج صلى الله وألسنة عليه الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القدرة كشف الكناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه الأمة أن يحضر عند وضعه أمة صلى الله تأنيسا عليه لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود صلى الله عليه بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله ومعهما من عليه الحور العين من قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية صلى الله فالموت الذي عليه رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود صلى الله مرعيا عليه لله بالتعظيم والسجود وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على عليه. محمد اللهم صل وسلم عليه Hadirkan Rasulullah cek sampai kerja berkhusyuk. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرورا قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا المدني فهزر اليمن غرت واستضيئوا بجمال فوق بالحسن تفرع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على محمد صل وسلم عليه بسعد مرحبا مستمر سينفذ مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين عطاء مرحبا يا مع الفخر المؤمن مرحبا مرحبا
مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا إنك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا لربي كل حمد مرحبا مرحبا يا حسره العظم مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا إذا حبى النبي وجود مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا رسول الله بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ضرفه إلى السماء من بذلك رفع لأن له شرفا على مجده فكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ووقت ولادة وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السر تولى ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وسلم. ورد عن عبد الرحمن بن عوف أم الشافعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم. قالت الشافعي فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم البسته وجعته فلما انشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه وسلم. واصفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس سلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه وأن عين عناية في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والسلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من موادن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب آية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركاته وشريف وجاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نهدم هذا الدعاء مولد شمس الدرار في مجلس المحبين في هذا المصلى إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالخصوص إلى روح المرحوم في هذا اليوم أمينة هادي بن عمر السويلم
وكلهم جميع من والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم وخصوصا شيخ خليل بن عبد الله وسيد الوالد رحمن المحسن من الدويلة وكلهم جميع من ذرية الرسول والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.